تطوير الأعمال في دول الخليج مختلف تماماً عن تطوير الأعمال في مصر. عايز تعرف إزاي؟ تعال أقولك. أي شركة في دول الخليج لما بتدور على بي دي فول تايم بيدوروا على عنصرين: ناشوناليتي الجنسية، نتوركينج العلاقات. طيب روبير، از بي دي من الطبيعي إن يكون عندي نتوركينج وعلاقات كويسة. البوينت دي مفهومة. تقصد إيه بالناشوناليتي أو الجنسية؟ تعال أشرحها لك بمثال بالورقة والقلم. لو في روبير من مصر وجون من إيطاليا، هيبقى في عاملين هيتم المقارنة بيهم. روبير تعليمه مش هيكون زي تعليم جون اللي جاي من إيطاليا بنسبة كبيرة أو في معظم الحالات، فبالتالي كده أول بوينت راحت لجون. طيب البرجيزنج باور أو القوة الشرائية للبلد اللي روبير وجون جايين منها، تعالوا نقارن ما بينهم. روبير جاي من مصر بالجنيه المصري، جون جاي من إيطاليا باليورو. اليورو قيمته أعلى من الجنيه، فبالتالي جون برضه هو اللي أخذ البوينت الثانية، فبالتالي الأولوية في الوظيفة دي هتروح لجون. طيب يا روبير، هل الطريقه دي صح ولا لا؟ ده بناء على الاستراتيجي الخاصه بالشركه. هل الشركه محتاجه تخش السوق الايطالي ولا السوق المصري كاولويه؟